السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي. إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم على حاجة مشابهة للإف والألس إف اللي احنا لسه واخدينها المرة اللي فاتت. جميل، خلونا نبدأ. حاجة اسمها السويتش، بالمناسبة يعني عشان ما قلتش اسم الحاجة اللي احنا هندرسها. طيب هو ايه السويتش ده؟ ده عبارة عن حاجة، طريقة أخرى بنكتب بيها بدل ما نقعد نكتب إف وألس إف وألس إف، طريقة تانية شكلها أحلى شوية وأريح لأن أنت تفهمها من الإف والألس إف، بس يعني بتأدي نفس الإيه، نفس المهمة في الآخر. طيب خلونا هنا نكتب إنت إكس بتساوي 90. المرة دي الرقم بيكبر معانا كل حلقة. طيب نكبر الفونت شوية. هنعمل السنتكس بتاع السويتش بيبقى بالمنظر ده، اكتب سويتش، بعد كده هحط له هنا الحاجه اللي انا عايز اعمل عليها السويتش ده، هنفهم يعني ايه دلوقتي. فهحط له هنا الاكس بتاعتي او ايا كان الفاريبل اللي انا عايز اعمل عليه سويتش، وبفتح التو بريسز بتوعي دول. طيب عندي حاجه اسمها كيس، حاجه اقول مثلا كيس 20 اعمل لي بريك. اجي اقول كيس 50 اعمل لي بريك. اجي اقول كيس 90 اعمل لي بريك. بعد كده اقول حاجه اسمها الديفولت اعمل لي حاجه معينه. ايه اللي انا بعمله ده؟ طيب nothing from the above. طيب احنا كده عملنا implementation او كتبنا السويتش بتاعي بالكده ازاي. خلينا نفهم السنتكس بتاعه كده. دلوقتي انا عندي رقم اسمه اكس ب90، فاول حاجه دخلت الاكس ده هنا بالقيمه بتاعته. بعد كده هبدا عندي كيسز. ايه الكيسز دي؟ يعني عندي حالات او احتمالات. هل الاكس بتاعتي تساوي 20؟ طيب لو بتساوي 20 خلينا نقول مثلا يعني هو في الكود هنا هيخرج، بس احنا ممكن نعمل حاجة تانية. ممكن نقول مثلا print ونقول له ايه 20 بالمنظر ده. طيب تعالوا نكتب الكلام ده في الباقي. طيب لو هي ب50 اكتب لي 50. طيب لو هي ب90 اكتب لي 90. طب لو هي ولا حاجة من اللي فوق متكتبليش اي حاجة، اكتب لي nothing from the above. تعالوا نعمل run نشوف ايه اللي هيطلع لنا. طبع لي هنا 90. طيب ايه الفرق ما بين ده وما بين الاف والالس اف؟ هو بالظبط، بس قلنا الطريقه اللي بنكتب بيها مختلفه شويه. طيب خلونا نفهم ايه المكافئ للمنظر اللي انا عملته ده. ممكن انا اقول هنا if الاكس تساوي 20 اعمل لي كذا. بعد كده اقول له else if الاكس تساوي 50 اعمل لي كذا. بعد كده اقول له else if الاكس تساوي 90 اعمل لي كذا. طب else ولا واحدة من دول اعمل لي كذا. طيب خلينا ناخد الجمل دي من فوق هي بالظبط. ادي المنظر ده اهو. نطبع هنا 20 نطبع هنا 50 نطبع هنا 90. طيب خلونا نشيل اللي فوق ده، السويتش بتاعي هشيله، وعملت بالاف والالس اف. المفروض دي نفس الناتج صح كده، اللي احنا قلنا ان هي الاف والالس اف هي بالظبط بالنسبه لي شبه السويتش او السويتش شبهها، فاداني 90. طيب اللي انا عايز اقوله من ايه اللي انا عايز اقوله في الكلام ده؟ لو عملنا كنترول زي رجعنا للسويتش. السويتش ده انا بدخل هنا فاريبل معين، بدخل متغير معين ايا كان هو ايه. بعد كده ببدا احط كيسز، حالات. فهنا كيس مثلا لو هو ب20 اطبع لي 20. طيب لا الكلام ده غلط، خش على اللي بعده. ب50 اطبع لي 50. لو الكلام ده غلط اعمل لي بريك.
لا مش هيعمل لي بريك. لو الكلام ده غلط خش على اللي بعده. بريك يعني لو نفذ ده خلاص يقوم يخرج ما يعملش الباقي. بمعنى خلينا تاني معلش انا لخبطت في الحته دي. يبقى قلنا لو الكيس 20 لو هو ب20 هيطبع لي 20 ويخرج. خلاص لو هو ب20 هيخرج، معناه ان كل الكلام ده مش هيبقى موجود. كنترول اكس. طيب لو مش ب20 يشوف 50، خلاص دي مبقتش موجوده بالنسبه لي. هل هي ب50؟ لو ب50 يقوم يشيل لي الكلام ده. طيب مش ب50 ب90، خلاص يقوم يطبع لي 90 ويعمل بريك، معناه ان هو يخرج ويشيل دي. طيب لو هو ولا حاجه من الحاجات دي، لو قلت كيس هنا 95 مثلا، وخلونا نشيل المنظر ده مش محتاجينه دلوقتي، وعملت بيلد ورن، يقولي nothing from the above. الديفولت بتاعي اللي هو الالس بتاعتي، اللي هو لو ولا حاجه من اللي فوق ولا كيس من الكيسز دي ظبطت معايا، الاكس مش بتساوي ولا كيس من الكيسز دي، الديفولت بتاعي ان انت تقول لي ايه nothing from the above. طيب لو هي ب20 هيطبع لي 20 ويبريك. يعني ايه بريك؟ اول ما تشوف بريك معناه ان هو خلاص مش هيشوف الكلام ده، شكرا. طيب مش ب20 ب50 يطبع لي 50، بعد كده يبريك، فبالتالي هو مش شايف الكلام ده، وهو قبل كده ما شافش ال20 لان هي طلعت مش ب20 فما دخلش فيها، وهكذا بنفس الطريقه. يبقى هنا بالنسبه لي دي كده الكيس، معناها الكونديشن بتاعتي هل الاكس تساوي 20 برنت، هل الاكس تساوي 50 برنت. لو لا اخش لي على اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. ممكن تعمل كيسز براحتك زي ما تحب يعني. هنحتاج دي في البروجكت في الاخر ان شاء الله بتاع الفون بوك. بعد كده الديفولت، لو انت ولا حاجه من اللي فوق دول تمام، كل الكلام اللي فوق ده مش ولا هيبقى 20 ولا 50 ولا 95، only nothing from the above، وهي دي الديفولت، او هي بتمثل بالنسبه لي الالس في الايه في الاف، والس اف والس. بس شكرا، واتمنى تكون حلقه مفيده.